ازاي تقدر تحسن النظر بتاعك وتقوي النظر بتاعك من غير ما تحتاج لأي نظارات، وازاي تقدر تشوف كويس أثناء الليل، وازاي تقدر ترجع نظرك زي الأول 100%. كل ده بالتفصيل هنعرفه في حلقة النهاردة، وهتقدر ترجع نظرك زي زمان ومش هيبقى عندك أي مشكلة في النظر، بس لو اتبعت الحاجات اللي هنقولها النهاردة. خليكم معايا لأنها تكون حلقة مهمة جدا. لازم نفهم ايه المشكلة اللي بتحصل لنا أو ليه أصلا بيحصل لنا مشاكل في النظر. أول حاجة النظام اللي بنعتمده الحالي، اللي بيعتمد بشكل كبير جدا على تصفح الموبايل أثناء الليل على ضوء خافت، بس كل اللي بيكون متوجه على العين هو ضوء الموبايل، ودي من الحاجات اللي بتضعف النظر والرؤية بشكل عالي جدا. سبب تاني مهم جدا جدا ان احنا مع التقدم في العمر عند ما بنوصل تقريبا لسن 40 وال45 بيحتاج معظم الناس ان هم يبدأوا يلبسوا نظارات، حتى لو كنت حضرتك قبل كده ما سبقش ان انت لبست نظارة او استخدمت نظارة. طيب هو ايه اللي بيحصل في المرحلة العمرية بتاعة ال45 وانت طالع؟ بيحصل مصطلح مهم جدا مش كتير بيتكلم عنه، وهو فقدان حساسية التباين او الكونتراست سنسيتيفيتي. طب هو يعني ايه فقدان حساسية التباين دي؟ يعني حضرتك بتفقد القدرة على التمييز بين درجات مختلفة من اللون الرمادي، وده هيخلي حضرتك تشوف الاشياء كلها ضبابية، خاصة لو ما كانش فيه ضوء كويس. يعني لو حضرتك ماشي مثلا في الشارع في وقت بالليل والنور اللي موجود خافت، هتلاقي انك مش قادر تشوف الاشياء واضحة وهتشوفها كلها بشكل ضبابي. ده بيكون راجع في اوقات كتيرة لانهيار في شبكية العين او حتى انهيار في عدسة العين نفسها. المشكلة دي يمكن مش بتتناقش لما تروح لدكتور عيون، لانك لما بتروح لاي دكتور اول حاجة بيوريها لك وهو عبارة عن اللوحة اللي بيكون فيها التباين عالي قوي، لان الحروف بتاعتها بيكون لونها اسود على خلفية بيضة، فمش بتحس باي مشكلة ومش بيكون عندك اي مشكلة في التباين، انت شايف حاجة سود على خلفية بيضة. وعلشان كده ناس كتير مش بتعرف ان عندها المشكلة دي اصلا. طيب هل الموضوع ده ليه حل ولا خلاص كده الموضوع هيبدأ في التدهور؟ لا طبعا الموضوع ليه حل، لان احدث الابحاث اكدت ان لو بدأنا نزود مضادات اكسدة معينة في العين فان احنا نقدر نعكس الحالة دي تماما ونحسن بشكل كبير جدا من قدرة العين، بل ونرجعها زي الاول. طيب ليه اصلا مضادات الاكسدة دي بتحسن الرؤية بتاعتك؟ خليني اشرح لكم النقطة دي كده باستفاضة. تقريبا اثناء عمر ال20 سنة بيكون عندنا عدد كبير جدا من مضادات الاكسدة في العين. مضادات الاكسدة دي بتكون موجودة في منطقة الشبكية، والهدف الأعظم والأكبر ليها هو إنها تحمي العين من الأضرار اللي ممكن تحصل لها بسبب الضوء الأزرق. حد يقولي طب يا دكتور هو في حاجة أصلا اسمها إن الضوء الأزرق ممكن يأذي العين وممكن يأثر على العين؟ هقولك بالتجربة الفعلية. لو جيت نظرت لطيف من الضوء، والطيف ده فيه طبعا أشكال موجات فردية مختلفة وألوان كتير، هتلاقي إن الضوء الأزرق اللي موجود فيهم هو الأعلى طاقة والأكثر تأثير سلبي على العين بتاعتك، وكمان ممكن يسبب معظم الضرر اللي بيحصل على العين. وهو ده سبب وجود مضادات الأكسدة في العين، علشان تحمي العين من أي تأثير ممكن يحصل عليها بسبب الضوء الأزرق. طيب مضادات الأكسدة دي اللي موجودة في العين اسمها إيه؟ اسمها الكاروتينات. والكاروتينات دي مش بس بتحمي العين من الضوء الأزرق، لا ده بتحمي العين من جميع المشاكل اللي ممكن تحصل عليها، زي مثلا الإصابة بمرض السكري أو التلوث أو أي مواد كيميائية في الجسم ممكن تمر عبر العين. ولكن مع الأسف مع التقدم في العمر مضادات الأكسدة دي بتبدأ تقل بشكل كبير. علشان كده لما بنوصل لسن ال45 وال50 وال55 بتبدأ مضادات الأكسدة دي بتقل، ولما بقى بنوصل لسن ال65 بتنخفض كفاءة امتصاص الضوء، فبتحتاج ضعف كمية الضوء اللي كنت بتحتاجها وانت في سن ال20 علشان تعرف تشوف أي حاجة. ليه؟ لأن العين بتاعتي ما بقاش عندها نفس كفاءة امتصاص الضوء. وعلشان كده في حل مؤقت ممكن اقول لكم عليه، ولكن ده مش بيحل المشكله من جذورها، ولكن كده ممكن تمشي بيه حالك. انك لو هتيجي تقرا كتاب او تكتب وبتواجه مشكله في الرؤيه، انك ممكن توجه عليك كشاف يكون النور بتاعه قوي، وده هيساعدك في الرؤيه بشكل كبير. ولكن العلاج اللي انا جايه اوصي بيه النهارده وهو ان احنا هنبدا نرفع مضادات الاكسده اللي هي الكاروتينات في الجسم بشكل ممتاز. اول حاجه علشان نبدا نرفع الكاروتينات وهو ان احنا هنبدأ نتناول الأطعمة اللي بتحتوي على اللوتين والزيانسين.
طيب اللوتين والزيانسين اصلا هما كاروتينات ممكن تحصل عليهم بشكل ممتاز جدا في الطماطم او في السبانخ المطبوخه، ولكن من افضل المصادر بتاعتهم وهو صفار البيض. بس انا هنا عندي مشكله مع صفار البيض، انه لو حضرتك كنت اصلا بتستهلك صفار البيض من البيض اللي هو بيكون جاهز مش البيض العضوي، فانت هتاخد نسبه من الكاروتينات اقل 3 مرات من انك لو اخدته من البيض العضوي. عشان كده انت لو هتعتمد على صفار البيض فاهم حاجه البيضه تكون البيضه العضويه مش البيض التجاري الجاهز. طيب واذا كان صعب الحصول على الكاروتينات دي من الاغذيه، فاننا ممكن نحصل عليهم من المكملات الغذائيه. انا اهم حاجه عندي انك لما تيجي تستخدم مكمل غذائي يكون نسبه اللوتين اللي موجوده فيه تكون 10 مللي جرام والزيانسين 2 مللي جرام. على الاقل تكون النسب دي، لو اقل من كده انا المكمل ده مش عايزاه، لو اكتر من كده حاجه بسيطه فممكن تعدي. وهسيب لكم هنا صوره لمكمل بيحتوي على نسب معقوله جدا ونقدر نستمر عليه. المكمل ده على الاقل هتستمر عليه 3 شهور علشان تشوف النتيجه اللي احنا عايزينها. لما بنستمر عليهم لمده 12 اسبوع او لمده 3 شهور مش بس هتشوف نتيجه ممتازه جدا في مشكله حساسيه التباين وتبدا تشوف الاشياء واضحه، لا ده كمان ليهم تأثير ممتاز جدا على تقليل مشكلة الضمور البقعي. واختصارا مشكلة الضمور البقعي هو عبارة ان انت بتشوف كده الاشياء ضبابية من المنتصف، يعني برضو بيكون في ضبابية شديدة اثناء الرؤية، يعني باختصار هو فقدان الرؤية المركزية. ولكن مهم جدا لما تيجي ناخد الكبسولة بتاعت المكمل ما ناخدهاش وحدها او على معدة فاضية، لازم ناخدها مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون او الMCT اويل ايا كان الموجود قدامك. طيب ليه؟ لان الكاروتينات دي اصلا قابله للذوبان في الدهون، فانا لما اخدها مع الدهون يبقى اضمن امتصاص عالي وسريع جدا ليهم. طيب الحل التاني لو مفيش زيت زيتون او زيت الMCT ممكن ان انت تاخدهم مع الوجبه، لان اثناء الوجبه برضو هيتم الهضم بتاعهم بشكل اعلى بكتير من انك لو اخدتهم على معده فاضيه او وحدهم. تاني نقطه مهمه جدا علشان نضمن ان احنا نرفع مضادات الاكسده، ان احنا في حاجات هنبدا نتوقف عنها تماما، ومن اهم الحاجات اللي هنتوقف عنها وهو زيوت البذور. طبعا دي موجوده بشكل كبير جدا في المايونيز او في الصوصات المختلفه الجاهزه بتاعت السلطه. طيب ايه الزيوت دي؟ ركزوا معايا كويس جدا. من اهمهم زيت الصويا وزيت الكانولا وزيت بذور القطن وزيت دوار الشمس. للاسف دي بتتداخل بشكل كبير جدا مع شبكيه العين وبتاذي شبكيه العين، فانا عايزه ان انا اقللهم او اقطعهم تماما. يعني ممكن تستخدم مثلا زيت زي زيت الزيتون او ممكن زيت جوز الهند كبديل، او تستخدم مثلا السمن الحيواني او الزبده الحيواني. ثالث حاجه هنتوقف عنها وهو الاطعمه المكرره. طيب ايه هي الاطعمه المكرره؟ هي اطعمه خضعت لعمليات معالجه او تحويل واتاخد منها شويه من العناصر الغذائيه الاساسيه اللي انا محتاجاها لجسمي، في نفس الوقت ضافوا ليها كميه كبيره جدا من السكر ومن الدهون. طيب ايه امثله الاطعمه المكرره دي؟ عندك مثلا الحبوب المكرره زي الخبز الابيض والرز الابيض والمكرونه المصنوعه من الدقيق الابيض. كمان عندك الاطعمه المصنعه زي المشروبات الغازيه والحلوى والوجبات الخفيفه المصنعه. نقطه مهمه جدا وهي الاسماك الدهنيه، عايزاك تبدا تضيف الاسماك الدهنيه مرتين على الاقل في الاسبوع، زي السردين والسلمون والرنجه والتونه والماكريل. الاسماك الدهنيه دي غنيه جدا باوميجا 3، واوميجا 3 دي مفيده جدا جدا للعين وكمان بتقلل من التهاب العين. نقطه مهمه جدا، شبكيه العين بتحتاج حمض مهم جدا اسمه DHA. الحمض ده موجود بشكل كبير جدا في زيت السمك او زيت كبد السمك، ممكن نستخدمها في شكل كبسولات زي كبسولات مثلا اوميجا 3. نقطه مهمه جدا وهو فيتامين دي، وفيتامين دي من الفيتامينز المهمه جدا جدا للعين ولصحه العين. ده كمان احدث الابحاث اللي تمت في المانيا اثبتت ان تناول قدر معين من فيتامين دي مش بس هيأثر على حساسيه التباين، المشكله الاساسيه اللي ذكرناها في بدايه الحلقه، ولكن كمان هيأثر تأثير ممتاز على الجلوكوما او ارتفاع ضغط العين وهيحسن ويحل المشكله دي. ده غير ان هو هيساعد في علاج مشكله الضمور
البقعي، وهيقلل مضاعفات اعتلال الشبكية وهو تلف العين الناتج عن مرض السكري. طيب انا اوصيك ان انت لو هتبدأ تستخدم فيتامين دي تاخد كل يوم 10,000 وحدة دولية من فيتامين دي 3. كمان لو كان عندنا مشكلة في الرؤية الليلية وان احنا مش بنشوف كويس بالليل، ودي مشكلة خطيرة، لو حضرتك كنت بتسوق بالليل فانت محتاج تشوف الطريق كويس، يبقى انت محتاج ترفع فيتامين ايه. ومن الحاجات الممتازة اللي هترفع فيتامين ايه زي ما قلنا صفار البيض، ولكن اعتمد صفار البيض العضوي. في عنصر مهم جدا جدا وهو الزنك. الزنك معدن ممتاز ومضاد أكسدة قوي جدا، ومع الأسف عدد كبير جدا من سكان العالم بيعانوا من نقص كبير في عنصر الزنك. الزنك ده موجود بشكل ممتاز، هتلاقيه في اللحوم الحمراء وهتلاقيه كمان في المحار، وممكن تستخدمه في شكل كبسولات فتقدر تاخده بالطريقة اللي تريحك وحسب الأكل المتوفر عندك. آخر حاجة محتاجة انك تعمل تمرين بسيط جدا، انك كل يوم حاول تخرج وتمشي، ويفضل الكلام ده يكون أثناء فترة الصباح أو فترة الظهر. هتحاول تمشي في الطريق بس تركز نظرك على حاجة بعيدة، زي مثلا تكون شجرتين آخر الطريق أو مبنى آخر الطريق. أنا مش عايزاك وانت ماشي تمسك أي موبايل تماما، أنا عايزاك تفضل ماشي مثلا نص ساعة أو ساعة وعينك على جسم بعيد جدا ومركز نظرك عليه. التمرين ده بيريح العين بشكل ممتاز جدا، وبيريحك من كل الأشعة اللي انت بتتعرض لها بشكل يومي. ولو كان في الصبح هيبقى ممتاز جدا، لأنك لو الصبح هتاخد من الشمس الأشعة تحت الحمراء، الأشعة دي مفيدة جدا للعين، وكمان بتبني الميلاتونين في العين، وده واحد من أقوى مضادات الأكسدة. بتمنى أكون قدرت أفيدكم في حلقة النهاردة وقدرت أقدم لكم حلقة مفيدة. لو عجبتكم الحلقة واستفدتوا منها ما تنسوش تشاركوها مع غيركم علشان أكبر عدد منها يستفاد. وفي النهاية بشكركم جدا على وقتكم الثمين والذي لا يقدر بثمن. أشوفكم بكل خير الحلقة الجاية إن شاء الله. باي باي.